اهلا بيكم يا شباب في حلقه جديده من كورس تعلم اللغه الانجليزيه من الافلام والمسلسلات. زي ما وعدتكم من الحلقه اللي فاتت ان هيكون بدايه تغيير كبير جدا على القناه، وبالمناسبه دي كانت البدايه بس. النهارده هدوقك طعم الكوميديا والضحك باللغه الانجليزيه. طبعا هنضحك وهنتعلم، يعني كالعاده هشرح لك معاني الكلمات والمصطلحات وادي لك امثله عليها، وكمان هشرح لك الجزء بتاع الجرامر، وفوق كل ده هتلاقيني بدي لك الاختصارات الصوتيه علشان اساعدك تفهمهم وبالتالي تتكلم زيهم. من غير ما اضيع وقتك تعال نشوف معانا ايه. It's 6:30 in the morning. We're not working out. It's over. No way! With 1 pound to go, come on! We're working, we're moving, we're in the zone, we're grooving. Okay, I don't mind the last pound, okay? In fact, I kind of like the last pound. Okay, so don't make me do anything that I'll regret. Oh, what you gonna do, fat boy, huh? What? Nothing. Except tell you, I think it's wonderful how much energy you have. Well, thanks. I mean, especially considering how tough it's been for you to find work. You know. You know, I mean, you can't tell your parents you were fired because they'd be disappointed. Uh-huh. And it's not as if you have a boyfriend's shoulder to cry on. Well, no, but I mean, if it were me, I think I'd have difficulty just getting out of bed at all. you know, I try to stay positive. So you feel like going for a run? All right. Because, you know, you don't have to. If you want, you could just take a nap right here. Okay. Just for a little while. Okay. علشان تفهم الدرس بشكل افضل خلينا احكي لك خلفيه بسيطه عن المشهد ده. تشاندلر اللي هو الولد ده طلب من مونيكا اللي هي البنت دي اللي جايه تجري معاه ان هم يروحوا يجروا مع بعض علشان يتمرنوا علشان يخس يعني. بس مونيكا مشكلتها ان هي دايما مهيبره، دايما عندها طاقه كبيره وعايزه تنظف، عايزه تجري، عايزه تعمل وكده، انما هو شخص كسول ما بيحبش كل ده. فدي كانت غلطه بصراحه ان هو طلب منها كده. خلينا نشوف ليه. طيب المحادثه ابتدت بان تشاندلر الولد ده قال It's 6:30 in the morning. 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 It is زي ما قلنا المرة اللي فاتت بقت it's وده الاختصار بتاعها 6:30. دي أسهل طريقة ممكن تقول بيها الوقت، يعني في طرق تانية هنتطرق ليها في دروس جاية، بس دي أحد وأفضل وأسهل الطرق اللي أنا بفضلها. إنك بتقول الساعة وبعدين رقم الدقايق، يعني 6:30 36 دقيقة. in the morning يعني في الصباح. وكمل بغضب وقال We're not working out. It's over. 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 بس لاحظ الطريقة اللي هو قالها بيها فيها نوع من الغضب، بيقول We're not working out. It's over. بغضب كده. We are بقت were. We not اتلضمت كمان معاهم وبقت we're not. we're not كأنها مكتوبة كده. working out. أي تمرين بيندرج تحت working out، يعني أي تمرين جسدي زي الجري مثلا أو إنك تروح الجيم بنقول عليه working out. يعني بقول لها الساعة 6:30 الصبح إحنا مش هنتمرن. it's over. انتهى الأمر خلاص، مش هناقشه. it's over. فهي راحت ردت عليه باستنكار وقالت With 1 pound to go, come on! We're working, we're moving, we're in the zone, we're grooving. With 1 pound to go, come on! We're working, we're moving, we're in the zone, we're grooving. With 1 pound to go, come on! We're working, we're moving, we're in the zone, we're grooving. With 1 pound to go, come on. We are working, we are moving, we are in the zone, we are grooving. طبعا هي ما قالتهاش كده، هي عملتها له كأغنية كأنها بتغني له. خليني الأول أقول لك إن المشهد ده المفضل عندي.
لأنه مليان كلمات عامية ومصطلحات مهمة جدا، لكن أنا عارف إنه ممكن يكون مسبب لك مشكلة وصعب عليك إنك تفهمه زي ما قلت لك، لأنه مليان بكلمات عامية ومصطلحات. الأول خلينا نشرح الجزء الأولاني اللي ممكن يكون ملخبطك لما هي قالت with 1 pound to go. with يعني مع، pound دي وحدة قياس معناها الرطل، with 1 pound to go لو ترجمتها حرفيا هيكون معناها مع رطل واحد للذهاب. طبعا جملة ما بتديش أي معنى، لكن معناها الحرفي اللي هو ده رطل واحد مش هيوقفك، أو ده مجرد رطل واحد عشان تخسره. to go هنا ممكن تكون هي اللي ملخبطاك. to go يعني يذهب. يذهب يروح فين؟ إن هو يسيبه، يعني الرطل ده يسيب الجسم البني آدم ده حرفيا لو فكرت بيها بالشكل ده، إن هو يخسره يعني. فهي بتقوله ده مجرد رطل واحد مش هيوقفك أو مش هيعطلك يعني. come on we're working، وبرضو تاني هنا we are بقت we're واختصرناها بالشكل ده. working وده فعل يعني نحن نعمل أو إحنا بنتمرن. we're moving، كلمة moving ودي فعل يعني نتحرك. we are in the zone، ده مصطلح عامي شوية. in the zone قطعة واحدة كده. عامي يعني كلام شوارع، بنقول بالإنجليزي slang. خليني الأول أقرأ لك التعريف بتاعه باللغة الإنجليزية من موقع كامبريدج علشان يساعدك تفهم وتفكر باللغة الإنجليزية. التعريف بيقول if you are in the zone you are happy or excited because you're doing something very skillfully and easily. يعني لو انت قلت انك in the zone هيكون معناها انك مبسوط ومتحمس جدا لانك بتعمل حاجة بمهارة وبسهولة. وكلمة grooving ودي برضو كلمة عامية slang معناها انك تعمل حاجة وانت مبسوط. grooving و in the zone قريبين شويتين من بعض، لكن الاختلافات حاجة بسيطة وبيختلف في الاستخدام بتاعهم. فمعنى الجملة كلها كده على بعضيها عشان نلخصها، ده مجرد رطل انك تخسره مش هيوقفك، يلا بينا، احنا شغالين، احنا بنتحرك، احنا بنستمتع. فراح هو رد وقال Okay, I don't mind the last pound, okay? In fact, I kind of like the last pound. Okay, I don't mind the last pound, okay? In fact, I kind of like the last pound. Okay, I don't mind the last pound, okay? In fact, I kind of like the last pound. I don't mind the last pound, okay? I don't كأنها مكتوبة كده. I don't mind the last pound. طبعا هو قال I don't كده بالشكل ده مرتين لأنه كان قصدي يبين غضبه واعتراضه. فهو قال أنا مش عندي مشكلة. كلمة I mind يعني أنا لا أمانع، ما عنديش مشكلة في الرطل الأخير اللي هو سيبيني في حالي، أنا ما عنديش مشكلة مع الرطل الأخير ده، سيبيه. In fact, I kind of like the last pound. I kind of like the last pound يعني في الواقع أنا أحب. كلمة I kind of يعني نوعا ما، فهو بيقول لها في الواقع أنا أحب الباوند الأخير ده أو الرطل الأخير، يعني خلاص أنا حبيته بحبه. بس خدت بالك من النطق، هو ما قالش I kind of كده ما قطعهاش، هو قال I kinda like the last pound. فكلمة I kind of بقت كده I kinda وكأنها مكتوبة كده. وكمل وقال Okay, so don't make me do anything that I'll regret. Okay, so don't make me do anything that I'll regret. Okay, so don't make me do anything that I'll regret. So don't make me do anything then I'll regret. So do not make me do anything then I will regret. كلمة I will اختصارها وقال I'll. كلمة regret يعني أندم، فهو بيقول so don't make me لا تجعليني do anything أفعل أي شيء وبعدين أندم، اللي هو ما تخلينيش أعمل حاجة وأندم عليها. فهي راح تردت عليه بمرح وسخرية وقالت Oh, what you gonna do, fat boy, huh? What? Oh, what you gonna do, fat boy, huh? What? Oh, what you gonna do, fat boy, huh? What? What you're gonna do, fat boy, huh? What you gonna do, fat boy, huh? What? الجملة دي تبان على إنها بسيطة، ولكن هي فيها اختصارات صوتية مهمة جدا إنك تعرفها. الأول خليني أقول لك إن كان المفروض تقول What are you going to do, fat boy؟ لكن هي قالتها من غير R، ده لأنها بتتكلم مع صديقها
مش أكاديمي، وده كلام عامي. علشان كده احنا بنشرح الحاجات دي من الأفلام علشان نفهم الناس اللي بتتكلم في الحياة الواقعية طبيعي، لأن انت في الطبيعي مش بتتكلم مع ناس بتقرأ من كتاب. ولكن خد بالك لو في امتحان أو اختبار لازم تحط R، لأنك لو ما استعملتهاش هتسقط. تعال بقى علشان أشرح لك الاختصارات الصوتية وأقول لك ليه في صوت ش خفيف كده انت سمعته وهي بتقول what you're gonna do fat boy. ها what؟ ده لأن يا سيدي what و you بتعمل watch، ده الاختصار بتاعها، وده لان التي والواي بيتلضموا مع بعض فبيعملوا صوت الش الخفيفه. ما تقلدهاش في كل حاجه تشوف اخرها تي وواي، انا بدي لك مثال هنا بس، المثال ده يصلح في الجمله دي بس. وكمان اختصارنا going to do وبقت gonna do، فالجمله كلها على بعضيها بالاختصارات what you're gonna do fat boy. ها وكلمه fat boy يعني الولد السمين، فهي بتقول له هتعمل ايه يا تخين انت؟ ها فهو رد عليها كده بخبث وقال لها Nothing, except tell you I think it's wonderful how much energy you have. Nothing, except tell you I think it's wonderful how much energy you have. Nothing, except tell you I think it's wonderful how much energy you have. nothing except tell you I think it's wonderful how much energy you have. nothing يعني لا شيء، وكلمة except يعني ما عدا، tell you أقول لك، كلمة I think يعني أعتقد، it's wonderful كلمة wonderful يعني من الرائع، how much energy you have يعني قد إيه طاقة عندك. فهو بيقول لها ولا حاجة ما عدا حاجة واحدة بس، هقول لك من الرائع الطاقة اللي عندك. وطبعا هو بيعمل خطة فهيكمل دلوقتي ويقول I mean, especially considering how tough it's been for you to find work. I mean, especially considering how tough it's been for you to find work. I mean, especially considering how tough it's been for you to find work. I mean, especially considering how much it's been tough for you to find work. I mean, especially considering how tough it has been for you to find work. I mean, أنا أعني especially، كلمة especially يعني خاصة، و considering يعني بالأخذ في الاعتبار كذا كذا أو بالنظر إلى كذا كذا. how tough، كلمة tough يعني صعب، يعني قد إيه الموضوع صعب بالنسبة لك إنك تلاقي شغل. كلمة find يعني إنك تلاقي. وراح كمل وقال You know, I mean, you can't tell your parents you were fired because they'd be disappointed. You know, I mean, you can't tell your parents you were fired because they'd be disappointed. You know, I mean, you can't tell your parents you were fired because they'd be disappointed. You know, I mean, you can't tell your parents you're fired because they would be disappointed. You know. وطبعا دي بنقول عليها filler لأنه كان يقدر يقول الجملة من غيرها، فكان ممكن يقول I mean, you can't tell your parents you're fired because they would be disappointed. و I mean يعني أنا أعني زي ما قلنا. You can't tell يعني أنت ما تقدريش تقولي. كلمة parents يعني الوالدين الاتنين. You were fired إنك تم طردك أو اترفدتي. و because يعني علشان they would be disappointed. على فكرة they will apostrophe وبعدين حرف الدي دي اختصار ل they would، فبدل ما نقول they would be disappointed متقطعة كده أو بشكل بطيء بنقول they'd be disappointed، they'd be disappointed. وكمل الخطة القيمة بتاعته وقال And it's not as if you have a boyfriend's shoulder to cry on. And it's not as if you have a boyfriend's shoulder to cry on. And it's not as if you have a boyfriend's shoulder to cry on. And it's not as if you have a boyfriend's shoulder to cry on. And it's not as if، كلمة as if اللي احنا بنقول عليها لو كنت، as if you have a boyfriend's shoulder. boyfriend طبعا كلنا عارفينها، وشولدر يعني كتف، فبيقول لها وانت كمان يعني مش اللي عندك كتف بوي فريند عشان تبكي عليه. لما بتقول تبكي على حاجة وانت مستند عليها بتقول to cry on، فاللي هو يعني هتكون بتبكي على كتفه او هي مسنودة على كتفه. طبعا هي خلاص كانت احبطت والكسل بدأ يبان على وشها، فراح هو بقى كمل الضربة الأخيرة وقال If it were me, I think I'd have difficulty just getting out of bed at all. If it were me, I think I'd have difficulty just getting out of bed at all. If it were me, I think I'd have difficulty just getting out of bed at all. I mean, if it were me, I think I would have difficulty just getting out of bed at all. If it were me اللي هو لو كنت أنا أو لو كنت أنا مكانك يعني I think أنا أعتقد I would اختصرها وقال I'd يعني I would have اختصرها وقال
I'd have difficulty صعوبة إني بس أقوم من على السرير. كلمة at all يعني على الإطلاق. فراحت هي ردت عليه بكسرة كده وقالت You know, I try to stay positive. 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 I try يعني أنا أحاول. Positive يعني إيجابي. فهي بتقول أنا بحاول إن أكون إيجابية. فهو كمل بعد ما قلبه ارتاح واطمن. So you feel like going for a run? So you feel like going for a run? So you feel like going for a run? So you feel like going for a run. لما بتقول you feel like بيكون معناها هل تشعر بالرغبة اللي هو انت عايز تعمل كذا كذا. going for a run بيكون معناها انك تروح تجري. يعني معنى الجملة كله هل تشعر بالرغبة في الركض. وكمل وقال Because you know you don't have to. If you want, you could just take a nap right here. Because you know you don't have to. If you want, you could just take a nap right here. Because you know you don't have to. If you want, you could just take a nap right here. because you know you don't have to. يعني أنا أقصد أو أنا أعني أنك لست مضطرة. you don't have to. لما بتقول لحد you don't have معناه بيكون أنت لست مضطر. لو أنت مش مضطر تعمل كذا كذا كذا. بعد ما هو بقى اتأكد ان هو انتصر عليها واقنعها بالكسل قال if you want you could just take a nap right here. if you want يعني إذا أردت أو إذا كنت تريدين you could يمكنك you could just take a nap يمكنك فقط أن تأخذي قيلولة. كلمة nap يعني قيلولة أو التعسيلة. right here كلمة right here يعني هنا بالتحديد أقرب مكان ليها. فهي راحت قالت Okay. Just for a little while. Okay. Just for a little while. Okay. Just for a little while. just for a little while بتعب كده. just for a little while تقدر تقول little عادي لحد ما لسانك يتعود عليها. كلمة just يعني فقط هنا لبعض الوقت. لما بتقول حاجة هتعملها for a little while يعني لبعض الوقت حاجة بسيطة يعني حاجة صغننة كده. فهو طبعا الفرحة على وشه وبيقول اوكي. Okay. طيب بعد ما شرحت لك كل حاجة انت ممكن تحتاج تعرفها جه دورك انت. انا هحط لك دلوقتي المشهد من البداية للنهاية مع نص انجليزي وترجمة عربي وشوف نفسك فاهم قد ايه. It's 6:30 in the morning. We're not working out. It's over. No way! With 1 pound to go, come on! We're working, we're moving, we're in the zone, we're grooving. Okay, I don't mind the last pound, okay? In fact, I kind of like the last pound. Okay, so don't make me do anything that I'll regret. Oh, what you gonna do, fat boy, huh? What? Nothing. Except tell you, I think it's wonderful how much energy you have. Well, thanks. I mean, especially considering how tough it's been for you to find work. You know. You know, I mean, you can't tell your parents you were fired because they'd be disappointed. Uh-huh. And it's not as if you have a boyfriend's shoulder to cry on. Well, no, but I mean, if it were me, I think I'd have difficulty just getting out of bed at all. you know, I try to stay positive. So you feel like going for a run? All right. Because, you know, you don't have to. If you want, you could just take a nap right here. Okay. Just for a little while. Okay. طيب انت وصلت معايا لنهاية الحلقة. شكرا جدا للمشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.